لو موقعك بطيء، هل أول حاجة هتعملها إنك تبتدي شغل وتعديلات والّا تحاول تشخّص الأول؟ خلّينا نتفق إن اللي هيشخّص صح هو اللي هيحل صح. دايمًا وأنت بتشخّص أي مشكلة حاصلة في برنامج ويب عندك، فخلّي إيدك دايمًا قريبة من الdev tools والحاجات اللي شبهها، اللي تخلّيك تقدر تشخّص في أقصر وقت ممكن وتطلّع المشكلة بالضبط. لإنه تخيّل معايا مثلًا كده في المثال بتاع البطء، لو الموقع بطيء وأنت دخلت على الchrome dev tools مثلًا، وبعدين اكتشفت إن أنت عندك مساحات فايلات كبيرة، فبجد ممكن يطلع دي المشكلة. ممكن تكون المشكلة في فايلات JavaScript أو CSS مش مستخدمة أو مساحتها كبيرة على الفاضي لو أنت شغال بframework معين ومش مستخدمه صح. ممكن مثلًا يكون عندك بجاية في الfront end عندك بتبعت ريكوستات من غير أي داعي للback end، فهي السبب في إن الموقع بتاعك بطيء. وممكن يطلع حجم الrequest اللي أنت بتبعته لfunction معينة كبير جدًا، فبياخد وقت كبير في التنفيذ، وده مش متهندل صح في الfront فمخلّي الموقع بطيء. كل دي حاجات بعيدة عن الكود نفسه، لكن هي حاجات بتضغط عليه، هي اللي بتسبب إن الموقع بتاعك يبقى بطيء، واللي بسببها أنت محتاج تبقى قريب من الdev tools علشان تقدر تحدد بالضبط فين المشكلة. دايمًا لو بتحاول تشخّص مشكلة في برنامج ويب عندك، فخلّي دايمًا إيدك قريبة من الأماكن اللي تقدر تشخّص منها صح، زي Google Lighthouse أو الbrowser dev tools، لإن ممكن تكتشف من خلال الanalysis المبدئي مثلًا إن أنت عندك فايلات JavaScript وCSS غير مستخدمة أو مساحتها كبيرة على الفاضي مثلًا. ممكن مثلًا يكون عندك مساحات الصور اللي بتستخدمها كبيرة، فمحتاج تoptimize حاجة زي دي. ممكن يبقى عندك حاجات أقل أهمية بتترندر في الfront end قبل حاجات أهم فعلًا، فلو بدأت من غير تشخيص غالبًا وقتك هيضيع، وتحل حاجة مش هي السبب أصلًا. أمّا بقى المحترف مش بيخمن، لإن هو دايمًا ماشي ورا البيانات. يا ريت المرة اللي جاية لمّا تقابلك مشكلة تفتح الdev tools قبل ما تفتح VS Code. لو استفدت من النصيحة دي يا ريت تقول لي أنت بتستخدم إيه علشان تشخص المشاكل اللي بتقابلك، وشارك الفيديو مع حد بيحب يفهم مش ينفذ بس. شكرًا.